السلام عليكم. اليوم راح اسوي الزلابية العراقية. المواد اللي احتاجها عندي هنا كوب طحين بنفس الكوب، كوب نشا يعني تشوفوه بنفس الكوب انا ماخذه، وعندي هنا ملعقة كبيرة خمرة، وعندي ملعقة كبيرة سكر، وبنفس الكوب راح اخذ كوب وربع مي. اول شي راح انخل الطحين والنشا. هسه انا خلطت الطحين والنشا راح اخليه على جهة، واخلي مي دافي كوب وربع بنفس القلاص، قلاص وربع، بس اهم شي يكون المي دافي مو ساخن. هذا كوب قلاص وهذا الربع. اخلطهم واغطيها واتركها ربع ساعة، يعني تقريبا 20 دقيقة، خلينا نقول 20 دقيقة لحد ما يشوفون طلعت هيك الفقاعات من عندها. اغلفها بالنايلون طبعا. هسه بعد مرور 20 دقيقة الخمرة تفاعلت عندي، اذا تشوفون عندي هنا النشا والطحين. راح اضيف المواد السائلة، الطحين والنشا، واظل اخلط بيهم تقريبا 5 دقائق لحد ما اتاكد انه ما بقت تكتلات. تشوفون هذا الخليط. بس شنو راح اسوي؟ راح اتركها 20 دقيقة تختمر، يعني الوقت كله ساعة، اقل حتى من ساعة. بس مثل ما تشوفون الخليط شلون صار. راح اتركها 20 دقيقة تختمر، يعني كل الوقت اقل من ساعة، 20 دقيقة بالخمرة و20 دقيقة ويا المواد. عندي هاي العلب مالت الكاتشب ومالت الصوص، تكون الفتحة مالتها صغيرة، وعندي زيت مقلاة. سخنت الزيت بس الحرارة تكون متوسطة. هلا اشوفكم الخليط، طلعت كل الهواء اللي بيه، لازم يكون هيجي وما يصير بيه هواء حتى لا يخرب شكلها للزلابية، تبقى محافظة على شكلها. اهم شي الزيت يكون ساخن بس على حرارة متوسطة، حتى بس تاخذ اللون الفاتح، يعني الذهبي الفاتح. بس مثل تشوفون كلها هاي تنشف. تقلبوها على الجهة الثانية، ما اريدها تاخذ لون الذهبي الغامق. ورأسا تخلوها بالشيرة. الشيرة انا عندي باردة سويتها، لازم تكون باردة. تشوفون مباشرة تخلوها بالشيرة حتى تصير شفافة. خليتها بالشيرة تقريبا دقيقة وبعدين ارفعها بصحن. هسه قليت كل الكمية، خليتها بالشيرة. وهذا الشكل النهائي للزلابية العراقية، كل سهلة ومقرمشة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بقلاص نشا وقلاص طحين، صارت عندي ما شاء الله بركة. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وانتظروني فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.